في الفيديو ده هتكلم ليه شغلانتك كدكتور او كطبيب او كمحامي او كمهندس مش هي اللي هتخليك مستقل ماديا ولا هي اللي هتخليك غني. رحلتي للاستقلال المادي، قريت كتاب اسمه مليونير فاست لين تقريبا، يعني المهم يعني انه بالعربي اسمه الطريق السريع للمليونير، تمام؟ فالكتاب ده بيتكلم عن ايه بقى؟ 3 طرق ماشي عليهم 3 بني ادمين. اول طريق وهو الطريق الجانبي ماشي عليه واحده وليكن اسمها اميره متوجه، اميره مستهتره. اميره بتشتغل شغلانه مش قد كده، يعني شغلانه معقوله بتكسب منها فلوس تعتبر معقوله، ولكن الفلوس دي اللي داخله لها زي اللي خارج لها بالظبط. عايشه مش عيشتها، بتروح اماكن مش الاماكن بتاعتها، بتقعد تتفشخر وبتقعد تشتري حاجات كتير ملهاش لازمه، ما بتعرفش تستثمر فلوسها، ما بتعرفش تحوش، وكل اخر شهر تقعد تعيط، او كل اخر شهر تكلم باباها او تكلم اخوها او تكلم جوزها ايه ان هو يسند معاها لغايه اخر الشهر لحد ما الشهر الجديد يجي والقبض بتاعها ينزل. اميره دي هتفضل طول عمرها فقيره ومش هتعرف تحوش خالص ولا هتبقى مليونير. الطريق التاني والتالت الاتنين اللي ماشيين عليهم هما الاتنين هيبقوا مليونيرات. نمسك الطريق التاني وهو الحاره البطيئه. الحاره البطيئه دي ماشي عليها واحد اسمه ناصح سمع كلام بابا وماما وخد تعليم كويس جدا، ممكن يكون بيشتغل دكتور او مهندس او محامي في شركه كبيره او بانكير في بنك كبير على منصب كويس، بيشتغل عدد ساعات لا باس بها ولكن بياخد فلوس لا باس بها برضه، قبضه كويس. وبعدين بدا يترقى في شغله، فلما بدا يترقى في شغله بدا يفكر ان هو عايز يستثمر فلوسه دي وان هو الوظيفه لوحدها مش كفايه، فبالتالي قعد يدور كده ويقرا ويبحث ويجيب كتب وبتاع، فلقى ان النصيحه العامه حوش يا ناصح 10% من المرتب بتاعك. ال 10% دول اللي هتحوشهم تحطهم يا اما في البورصه يا اما في صناديق استثمار يا اما في برنامج معاش كويس، والحاجات اللي هتحطها دي يا ريت ويا حبذا تبقى بفايده مضاعفه. وبعد كده بعد ما تحط فلوسك في الحاجات دي استنى كده قد 20 سنه مثلا، بعد ال 20 سنه فلوسك هتبقى من مثلا 500 جنيه هتبقى 100,000 جنيه مثلا. والحاجات دي موجوده بالفعل، يعني في بنوك بتقدم الخدمات دي، ادفع لنا كل شهر 500 جنيه لمده 30 سنه، اخر ال 30 سنه هتاخدهم مليون جنيه. ما تسالش ازاي بس هي كده. فناصح بدا فعلا يعمل كده وبدا ياخد جزء من الراتب بتاعه ويحطه في يعني صناديق الاستثمار او في الشهادات او في الودايع او وبدا فعلا يدر له فوائد وبدا يدر له نسب فيها، يعني بدا يحوش فعلا فلوس. طبعا احنا عارفين الفوائد حرام وربا بس انا بقول لاجل الكتاب يعني. وبعد كده خد باله ان عبال ما هو يبدا يحس بقيمه الفلوس دي هيكون هو خلاص كبر قوي، هيبقى عنده 50 سنه 60 سنه، هيكون طلع على المعاش، والسنين اللي هو المفروض كان يعيش حياته بالفلوس دي هتكون عدت عليه. ولما الفلوس دي تبقى موجوده معاه هيبقى صح معاه ممكن مليون جنيه او 2 مليون جنيه او ايا كان، ولكن هيبقى عنده خشونه في ركبته، مش هيبقى عارف يتحرك كويس، او ممكن من كتر الشغل ومن كتر الستريس لو هو في مجال يعني محتاج مجهود ذهني وبدني عالي يجيله جلطه مثلا، فبرضه مش عارف ينبسط بالفلوس او هيصرفها على العلاج. فبص كده على شماله على الطريق السريع ولقى اللي ماشي على الطريق السريع واحد اسمه مسابر ده صاحبه، بس مسابر ما كانش مقتنع قوي بالوظيفه وكان شايف ان الوظيفه دي مضيعه وقت. يعني ايه يعني انا اروح 5 ايام الشغل عشان اخد يومين اجازه؟ يعني ايه يعني اشتغل 9 ساعات في اليوم عشان اريح 5 ساعات؟ يعني ايه يعني اشتغل طول السنه عشان اخد في السنه كلها 4 اسابيع اجازه؟ يعني من ال 52 اسبوع اخد 4 اسابيع بس، وانا بشتغل لصالح مين؟ وانا بشتغل لصالح الحكومه؟ مثابر قرر ان هو ما يشتغلش في وظيفه ثابته وقرر ان هو يقعد يحفرك ويعمل كذا حاجه في نفس الوقت لحد ما حاجه فيهم تظبط. بدأ يتعلم ويقرا ويتعلم لغة برمجة ويتعلم لغة جديدة ويتعلم صنعة جديدة ويتعلم لحد ما ظهرت قدامه الفرصة دي ادت له حل لمشكلة بسبب المعلومات اللي هو خدها، حل المشكلة مش موجودة ومحدش حلها قبل كده، وبالتالي
عمل شركة، والشركة دي قعد يشتغل عليها 2 3 24 ساعة في ال 24 ساعة لحد ما بقى مليونير، لحد ما بقى يملك الوقت بتاعه، لحد ما بقى الدخل اللي بيدخله ليه هو، مش بيقاسمه مع الحكومة ولا بيقاسمه مع الشركة اللي هو بيشتغل فيها ولا أي حاجة. ده فكرة الكتاب اللي أنا بقول لكم عليه ده. هو بيتكلم في إنه فكرة إن أنت تشتغل شغلانة ثابتة دي أكذوبة، لأن بيبقى بيدخلك في كذا مصيدة. أول مصيدة هي مصيدة إن أنت في أمان، وإن أنت يعني الوظيفة الثابتة دي وظيفة آمنة، في حين إن ممكن يحصل أي حاجة في الدنيا ما تبقاش وظيفة آمنة، بالدليل اللي حصل في كورونا. ناس كتير كانت في وظائف ثابتة يعني استغنوا عنها. تاني حاجة ان انت بتشتغل مقابل الوقت، يعني الوقت بتاعك مقابله فلوس، وده في حد ذاته مش كويس، لان الوقت ليميتد، الوقت هم 24 ساعة في اليوم. فانت لو اشتغلت ال 24 ساعة عشان تجيب الماكسيموم هتبقى انت ليميتد بالتايم اللي انت تقدر تشتغله، في حين ان انت ممكن ما تتاجرش الوقت بفلوس، لا، هو انت تخلي الفلوس هي اللي تشتغل، وهي اللي تكون بتستغل الوقت مش العكس. يعني تكون انت بتعمل فلوس وانت نايم. هي دي فكرته، ده اللي هو بيتكلم فيه. طيب الكاتب ده بيتكلم على اساس ايه؟ يعني انا اخد كلامه على اساس ايه؟ هل هو عنده خبرة؟ هو الراجل ده، الكاتب ده كان عايش في بيت ابوه وامه، على طول هم شايفينه بني ادم مستهتر، مش عايز يثبت في وظيفة. حتى لما اتجوز مراته برضه ما كانتش شايفة ان هو اللي بيعمله ده هيجيب فايدة، لان هم كانوا عايشين فقراء، مفيش دخل كويس، وهو كان بيشتغل مثلا سواق، مش عارفه يشتغل في مطعم، يشتغل الحاجات اللي هي البسيطه خالص. فاثناء ما هو كان بيشتغل الشغلانات دي، خاصه وهو سواق ليموزين، شاف ان في نقص في عربيات الليموزين، الحجز بتاع عربيات الليموزين ما بين اللوايات وبعضها. بمعنى ان هو كان بيوصل واحد المطار، فالواحد ده قال انا عايز اركب ليموزين لما اوصل للمدينه الثانيه وليكن نيويورك مثلا. فقال له لا والله ما اعرفش. فمن هنا جات له الفكره انه عايز يعمل حاجه، كان لسه النت جديد وكان لسه الويب سايتس جديده، وان هو كان عايز يعمل حاجه تخليه يحل المشكله دي. وطبعا هو كان متعلم بروجرامينج من الوقت الفاضي اللي كان من وقت الفراغ، هو كان بيطور في نفسه، يعني ما كانش بس قاعد كده وبيشتكي وبيقول اصل الدنيا والناس والحكومه والبلد لا، هو كان بيقعد يتعلم وينمي من مهاراته، الى ان جات له الفكره ولمعت في دماغه وبدا يعمل ويب سايت. قام ساب المكان اللي هو فيه خالص، ساب الولايه اللي هو فيها خالص، غير البيئه تماما، لان هو كان شايف ان الولايه اللي هو كان قاعد فيها دي ولايه كئيبه، لان الجو فيها ما كانش دافي، كان على طول مغيم وبتاع، فبيخليه مكتئب. فخد قرارات قطعيه وجذريه ان هو هيغير البيئه، هيروح لولايه تانية، ومن الولايه التانية دي هيبدا يشتغل، وكان كل اللي في جيبه $1000. بدأ يشتغل ويبني الويب سايت بتاعه، وبدأ يتواصل مع الشركات ان هم يقول لهم حطوا اعلان للشركه بتاعتكم عندي وانا هسوق انا، ولو اتحجز والله هاخد عموله. ومن هنا بدأ الويب سايت بتاعه يجي عليه طلبات كتير جدا، بدأ يشتغل كتير جدا. الوقت مش ملكه ولكن بيدخله فلوس، الوقت هو بيشتغل لصالحه، يعني وهو نايم الناس بتحجز عربيات ليموزين وبيجيله كوميشنز، بيجيله عمولات بسبب حاجز عربيات الليموزين دي. فضل يشتغل 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 كتير جدا لحد ما جات له فرصه ان هو يبيع الشركه، وباع بملايين الدولارات. خد ملايين الدولارات دي وقام حطها في صناديق الاستثمار بقى، اللي هي الحاجات بتاعه الطريق البطيء. ولكن لما المبلغ يبقى عملاق، يعني لما يبقى 1,000,000 جنيه مثلا اتحط في شهاده، هيطلع لي دخل شهري كويس احسن مما انا احط 1000 جنيه وتطلع لي دخل شهري اي كلام. فهو لما بقى معاه مليونات، يعني 1,000,000 ولا اكتر، بدأ يروح يحط بقى في صناديق الاستثمار والشهادات والبورصة فبدأت الفلوس تكبر لوحدها. ومن هنا بدأ يتكلم الكاتب عن ال5 commandments أو الشروط الخمسة أو الأوامر الخمسة. خلينا نشوف باللغة العربية قصده إيه. أول حاجة هو بيتكلم إنه يا ريت مش إن إحنا نشتغل مقابل الفلوس، ما تبقاش مقابل الوقت، لا، يبقى العكس، يبقى الوقت هو المقابل الفلوس. دي أول حاجة. أنت يبقى عندك دخل سلبي. دخل سلبي معناها إن أنت وأنت نايم يبقى داخل لك دخل، مش ان انت معتمد ان انت لازم تصحى وتروح الشغل عشان يدخل لك دخل، لا، ده وانت نايم يدخل لك دخل. دي اول حاجه. تاني حاجه ان ايا كان المشروع اللي انت هتفتحه يا ريت يبقى مشروع ينفع التوسع فيه،
ينفع التوسع فيه بمعنى ايه؟ ينفع ان هو يبقى مثلا ويب سايت يخدم العالم كله، او تبقى مثلا خدمه تخدم ملايين البلد كلها مثلا، او محل ينفع افتح منه كذا فرع. تالت حاجه انه يبقى عندك سيستم، والسيستم ده يبقى ثابت على الفروع كلها، او يبقى ثابت على الويب سايت كله او كذا. السيستم ده في ميزته ايه، فايدته ايه؟ ان هو ايه، يخليك انت مش كل حاجه تعملها بنفسك، لا، ان هو في حاجات بتتعمل اوتوميتد، في حاجات اوتوماتيك بتتعمل، مش محتاج مجهود يعني بني ادم عشان تتعمل. دي تالت نصيحه هو بيقولها. رابع نصيحه وهي انه تختار فكره بيزنس ما اتعملتش قبل كده، تكون بتحل مشكله، تكون بتقدم خدمه فعلا فعلا مهمه. فكره ان انت تفتح مشروع متكرر 100 مره مش هي دي الطريقه. خامس حاجه وهي انك انت تعيش بطريقه صح، ان انت الفلوس اللي هتجيلك دي تصرفها صح وتستثمرها صح، مش ان انت تروح مثلا يبقى معاك مليون جنيه فتروح تجيب بالمليون جنيه عربيه، لا، تبقى عندك حنكه كده في الصرف، تبقى عارف انت هتعمل ايه. وعشان احنا في مصر، هل الامثله دي ينفع تتعمل؟ ينفع تتعمل. عندنا كذا محل وانا مش هقول اساميهم بس انتوا عارفينهم. لو قلت هما بيعملوا ايه، هما بيقدموا اطباق رز بلبن. صباح الفل، ايه الجديد في طبق رز بلبن؟ ولا حاجه، بس هما عملوا فكره جديده، فهم عملوا كذا كوماندمنت او نفذوا كذا شرط من اللي هو شايفهم الوصفه بتاعه النجاح. فمثلا عملوا رز بلبن بنكهات جديده، فادي الانتري، هي دي الانتري اللي هو بيتكلم عليها، اللي هو الدخول الى عالم البيزنس، دخل بطريقه مميزه. خلى الرز بلبن عليه طبقات جديده عمرنا ما جربناها، عليه مانجا، عليه بسبوسه، عليه لوتس، عليه نوتيلا، عليه بيستاشيو اللي هو الفستق. فاهميني قصدي؟ فادي اول حاجه اللي هو الدخول الى عالم البيزنس بفكره جديده، دي اول حاجه. تاني حاجه توسع، انت كل ما تروح في حته تلاقيه موجود يعني، والناس واقفه عليه طوابير، فخلق فكره انه المكان ده عنده حاجه مميزه، وفي نفس الوقت المكان ده متوسع، وبدل ما كان في مصر بس، لا، ده كمان توسع وراح السعوديه، وتوسع وراح معرفش فين، وهكذا. فدي كده الكوماندمنت رقم 2. رقم 3، ان اكيد مش صاحب المحل هو اللي واقف في المحلات دي كلها، هو عنده سيستم، نفذ السيستم، والسيستم ده طبقه على كل المحلات، فبالتالي عرف ان هو ينجح. السيستم ده عنده موظفين، كل موظف ليه دور، خلاص انت بتقوم بيه، انا مش ضروري صاحب المكان، مش ضروري ابقى موجود. رابع حاجه وهي ان هو وهو نايم في بيتهم، او هو مسافر، او هو فروعه شغاله، بيدر له دخل بس. خامس حاجه دي احنا ما نعرفش هو بيعملها ولا لا، هل هو بيستخدم فلوسه صح، دي ما نعرفش احنا هو بيعملها ولا لا. ولكن انتوا لو فكرتوا في البيزنس الناجح اللي حواليكم هتلاقوا انه الكلام قريب. وبصراحه الكتاب ده غير وجهه نظري وغير منظوري للامور، وخلاني يعني انا كده ما كنتش معتمده على شغلي، يعني كده كنت بحاول ان انا يبقى عندي كذا مصدر دخل، لان انا عارفه المعلومه ان انا لازم يبقى عندي كذا مصدر دخل، ما اعتمدش على مصدر دخل واحد، ده اساسي. ولكن الفكره بتاعت ان المصدر الاساسي يبقى هو مصدر الحكومه او مصدر الباثولوجي، ده اللي كان غلط. ليه بقى؟ نيجي بقى للحكايه دي، ليه بقى الطب مش هينفع؟ والله انت عشان تحقق الشروط بتاعت انك تكون طبيب، فبالتالي تدخل مليون، يعني في مليونيرات كتير دكاتره، بس الفرق اللي هو بيتكلم فيه ان هم بقى مليونيرات عن سن ال50 وال55 وال60، هو ده اللي هو بيتكلم فيه. ليه تستنى لحد السن ده؟ ليه ما تبقاش من قبلها، من بدري بس؟ ولكن الطب فيه فلوس كويسه والله، بس متاخر.